هاي مباراة المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الإسباني ما قبل النهائي اللي فاز بها المنتخب الإسباني باستحقاق 2-0، وراح يلعبون على الكاس إسبانيا وإنجلاند. هذا اللي أتوقعه، لأنه إنجلاند أكيد راح تطلع وتخسر ميسي وفريق الأرجنتيني. بس لهنا الحكي واضح، أكو شغلة هنا صارت مو هواية لاحظوها، حبيت أركز لك عليها. لاعبين المنتخب الفرنسي ولا واحد منهم بكى أو نزل دمعة أو بين مشاعر الضجر والانزعاج أو الحزن إلا نادرا. ما أدري، يمكن ما عندهم انتماء لأنهم أصلهم أفارقة فما يعتبرون نفسهم فرنسيين، أو ما عندهم مشاعر وأحاسيس مثلنا مثل البشر، أو ربما هم فاهمين اللعبة صحيح. يقول لك هي كرة قدم، فوز وخسارة، على شنو أزعج نفسي وأبكي وعيط مثل الأطفال؟ فاز الفريق اللي يستحق وها هي. كلامي وين؟ على اللواعيب اللي خرجوا من الدور الأول، أشو ذولا ناموا بالملعب وبكي وعياط وحزن، وشوف ذولا الفرنسيين ولا عبالك خاسرين مباراة تصعدهم على النهائي، راح يلعبون على المركز الثالث والرابع. الإسبانيين من حقهم يحتفلون، صعدوا يلعبون على النهائي على الكاس. أرجع وأذكرك، تتذكر أكو لواعيب بكي ينام بالملعب يبكي مثل الطفل. شبيك بابا شبيك؟ تعلم من ذول الكبار. وإذا منتخب، وإذا أنت تمثل البلد، مثله أنت كرجال بالفوز والخسارة والفرح والحزن. أنت شايل علم بلدك، كون تبقى واقف مثل العلم. أنت ما خسرت معركة، هي كرة قدم، اللي يلعب أحسن يفوز، ونهني الفريق الفائز أيضا والمنتخب اللي يستحق. أما تسوي لنا عداوات ومشاكل وزعل وتذب العلم والتيشيرت بالشارع وتتعارك ويا المدرب وما تسلم على أصدقائك ورفاقك واللي يلعبون معاك حتى بالمنتخب، تشيل خشمك عليهم. اصحى اصحى، هي لعبة كرة قدم، المتهيئ إلها ويعرف يلعبها يستمر، واللي ما متهيئ صعد بالصدفة اتعلم وارجع. 4 سنين قدامك أخرى، اتدرب وهيئ نفسك وتعال. هاي الدروس اللي نستنبطها من مشاهدتنا المباريات كأس العالم والمنتخبات والجماهير والمشجعين، نطلع منها ونبين بيها الإيجابيات والسلبيات اللي نتعلم من عدها كلنا. وماكو داعي هيجي شغلات بكي وحزن وعياط، حتى الفرح المفرط ماكو داعي وما تستوجب، هي فقط كرة قدم. حتى لو تاخذ الكاس، معلومة قليل يعرفها، عرض المرمى 7.5 متر تقريبا، وارتفاع 2.5 متر. تعرف يعني اللي ما يقول شنو؟ إما هو ما يستحق يلعب أو ما مستعد يلعب ويجيب هدف. تعرف شنو يعني 7.5 متر؟ يعني واجهة بيتكم هي 5 أمتار، ودائما أنت تقول على الحائط مالتكم، والجول هو 7.5 متر. هذا شو اللاعب اللي ما يقول بهيك مساحات كبيرة؟